عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني في كثير من الشباب طلبوا مننا فيديو خاص كذا نشرح فيه يعني أهم شيء في البر. شوف هذه عملية هنا يسموها تعليقة. علق الآن الموتور. طيب في عدة طرق تقدر تطلع، وهذا من أخطر الأمور اللي نلقى الناس فيها في البر متعلقة أو مغرزة. التغريز ترى سهل أمره، أي واحد لو حفرت شوي عند كفراتك ونسمتها هتطلع، لكن هذه المشكلة صعب انك يعني بالحالك او بعائلتك انك تقدر تسوي شيء الا سيارة ثانية تسحبك. فالان نحاول الحين اوريكم طريقة كذا سهلة ان شاء الله، بس تحتاج يعني شيء طبيعي، يعني ما في احد. دقيقة يا ترك، شايفين هذه الحركة يسموها مثولث. يعني ايش؟ خلاص السيارة خلاص يدور خلاص، ما في امل تتحرك الا بسحبه. طيب اذا انت في البر بالحالك يعني مين بيسحبك؟ طيب من الطبيعي لازم ما اعتقد انه احد حيطلع بر ما مع واير. عاد اللي يطلع من غير واير هذا عاد مشكلته مشكله بصراحه. في عمليه بعض السيارات ما يكون فيها دفلوك. هذه السياره لو كان فيها دفلوك تطلع بسهوله، ما عندها اي مشكله، سواء جيبه او غير الجيوب. سيارات اخرى او عاديه هتطلع بسهوله اذا كان فيها نظام تعليق نظام الدفلوك. فهذه ما فيها نظام دفلوك. الان نوريكم طريقه سهله كذا نشرحها بس اول ما نوصل لتطبيقها. الان شايفين كيف؟ يعني طبعا احنا مزودينها زياده شوي كذا، بس اغلب الناس اللي نلقاهم يعني كذا كفرين، اليمين الامامي مع الايسر خلفي، او الايسر امامي مع الايمن خلفي، بيكون بالطريقه دي. ايش تقول انت؟ ما سمعتك. اي دحين نسوي دحين. طيب الان واير مع هوك. يعني شوفوا، يعني انا خلينا نكون صريحين، يعني ما اعتقد احد يطلع بر وما معه واير. يعني اللي يطلع بر ما معه واير ترى هذه يعني بصراحه خطيره، وصعب انك ممكن تلاقي احد يفزع لك. يعني اوكي واير بدون واحد ما يفزع لك مشكله، لكن اذا معك واير هذه في طريقه الان بنسويها الاخ تركي قدامكم واشرح لكم عليها شرح طيب وان شاء الله. وهذا شغال سنابات هذا. الله لك كفو صدق. جوك لا عالم على السناب. ايه ما يحتاج بالله عليك يا سيدي. خلاص بالالاف ان شاء الله باذن الله. كل المتابعين في اليوتيوب الحين يطلعونك في السناب هنا. يلا لحظات دقائق معاكم. اي تبغى هوك ثاني عندي في السيارة اجيبه عشان اخليها مضبوط. يعني باقل الامكانيات احنا بنوريكم شيء. شوف هذا الان يربط الكفر. طب ليه اسمع، ليه ما اجيب لك ضامن احسن اسرع؟ خلاص هو يربط عليه مضبوط. انا كفينا الحبل. لا اي حبل اعتقد حتلاقيه في البر، يعني ما عندك مشكله. بس يعني انا ابغى اتكلم بحاجه واحده، اذا طالع بر ما معك واير فهذا يعني انسى انه تقدر تسعف نفسك. فما اعتقد ان احد يطلع واير يمكن ما يجي 40 ريال قيمته ولا 35 ريال. هذا من اهم الاشياء يكون معك. لف الواير على الكفر نفسه. لا في كم واحده كذا بعدين نسوي له مونتاج. ايوه هذا بس اللي نتكلم فيه، يعني بدون واير انت في البر هذا يعني انسى وضعك صراحه. دور احد يسحبك، لكن مستحيل احد يدخل بر وما معه اقل شيء واير. يعني ما اعتقد ذاك التكلفه، يعني هذا يمكن قيمته 40 او 50 ريال او اقل من كذا. بعد في اشياء وهي اللي تنتهي بصراحه، بس من غير واير يعني هذا الحركه يعني صعبه. دقيقه خلينا اوري التصوير من اقرب من هنا. يعني الان هذه اللفه شايف برمت الان، وسع للكفر شوي كذا من قدام. الان ايش اللي بيصير؟ اللي بيصير انه الكفرين نفسها هذه تقفل مع بعض، يصير زي الدفلوك بالسيارات اللي ما عندها دفلوك. وهذا اخطر شيء، لان اذا بالحالك تسعف نفسك بنفسك. هاي لحظه يلا. يعني الكفر الان لازم يقفل. خلاص ما يحتاج يا ابو سعد، اطلع. شفتوا كيف طلعت السيارة بكل سهولة والكفر قافل. اوكي صلاة على النبي يا تركي، ما شاء الله عليك تبارك الله.